حسب الله ونعم الوكيل يا جماعة. والله وكلت ربنا بجد، هو اللي هيجيب لي حقي، لاني خلاص انا زهقت بصراحة من كتر الناس اللي بتقول كلمة وتخلف وعدها بكلمتها. لما احنا نيجي نكلم صنايعي ان هو يجي يشوف الديب ده ويشوف التكييف اللي بره، او شايفين التكييف، او اما يجي يشوف التكييف ده تمام اهوت. انا هفتح لكم عشان يبقى واضح اهو بالمنظر ده التكييف اهو، التكييف ده. طب ما احنا لما نيجي ونعمل كده والراجل لما نيجي نكلمه يا عم الحاج انت ما جيتش ليه؟ يقول لك معلش اصل انا كان عندي شغل. طب يا عم، طب قول لنا اللي انت عندك شغل، ليه نستناك؟ بصوا الدنيا مكركبه طبعا، انا شايله كل الحاجات اللي في الشقه حطها في الاوضه دي كده تمام. يقول لك اصل انا عندي شغل. طيب طالما انت عندك شغل ما قلتلناش ليه؟ خلاص ما قلتلناش ليه؟ يعني حرام لما انت تقول لنا السلام عليكم ايوه يا حاج او ايوه يا استاذ احنا مش هنيجي. ده المفروض بدل ما احنا نفضل مستنيينك يومين وثلاثه وكمان ساعه، طب بكره، طب شوفنا حد غيره برضو يقول نفس الكلام تمام. اللي يقول لك بقى التكييف طب ماله ويعني والجيب ماله عايزين نبيعه ليه؟ هما بايظين اصلا، بايظين. قلنا هنبيعهم ونجيب اي حاجه للعيال، لان انا عندي معاذ ابني بيقول لي يا ماما كل شويه يا ماما انا عاوز هدوم. طيب عاوز هدوم ايه يا حبيبي؟ عاوز هدوم العيد يا ماما، زي بنت عمه وزي بنت عمته. طيب ماشي حاضر يا حبيبي اجيب لك. وعندي برضو حور تقول لي كده، يعني انا عيالي بيقولوا لي كده هات اخوك، يفضلوا يقولوا كده. فحرام انت تقول كلمه تيجي، يعني تقول كلمه تيجي على طول. ليه تقولش يعني؟ ليه ما تقول لو انا مش هاجي قول مش هاجي، سلام عليكم انا مش هاجي يا جماعه. هتخس حاجه؟ هينقص مثلا حاجه عندك؟ لا مفيش خالص. بس تقول ان انا مش هاجي. حرام تخلي عيلك كلها بحالها مستنياك ومستنيه مثلا اللي انت تيجي وفي الاخر ما تجيش. حرام يا جماعه، ما يرضيش ربنا والله. الواحد بيبقى فيه اللي مكفيه اصلا، ووقت رمضان بيبقى ضيق والواحد بيبقى صايم، فلا تيجي لا ما تجيش. انا نفسي بس اللي يسمعني اذا كان من الناس اللي هي بتاعت التكييفات تلاجات بوتاجازات، قولوا يا جماعه مش هتيجوا، قولوا مش هنيجي. ليه تأذوا الناس؟ ليه تقول انا هاجي وما تجيش؟ احنا نفضل ما نعملش الاكل؟ ما احنا بنبقى مستنيين بقى. انا خايفه اقف في المطبخ مثلا الاقي يخبطوا. طب هما في ناس اصلا ما يعني في واحد يقول لك انا هكلمك قبل ما اجي، وكلمه قبل ما اجي دي هلاقيها قدام باب الشقه. انتوا فاهميني ازاي؟ فانتوا بتبقوا اصلا آه لا تيجوا لا ما تجيش. تقول لي اه لا حرام نبقى الناس منتظراك وتبقى عامله حسابها ان في ناس جايه، وانا اشيل الشقه كلها اشيلها واكومها جوه وفي الاخر ما حدش يجي. لا حرام يا جماعه. ف اتقوا الله شويه في الناس اللي بتبقى مستنياكوا. يعني انا مش عارفه، يعني الراجل وبعد كده نيجي يتكلموا يقول له معلش اصل كانت في كده معانا شغل. طب يا عم ما هو ده شغل. طب معاك شغل سلام عليكم وانا معايا الشغل يا جماعه مش هقدر اجيلكم. دي اقل ما فيها. حرام يعني، حرام. انا بقولش حاجه غير حسب الله ونعم الوكيل، لان ده كده 5 يوم مستنيين صنايعي وواحد تاني يجي برضو يقول لنا كلمه وما بيجيش. طبعا سيبكوا بقى من هدوم عيد هنجيبها ولا مش هنجيبها، دي حاجه بقى بتاعت ربنا. بس المفروض اللي يقول كلمه دي يبقى قدها، لان احنا بنبقى معشمين ابني مثلا معشماه خلاص الحاجه. بابا هيبيع التكييف وتجيب يا حبيبي وهيجيب لك، هما كده كده بايظين هيجيب لك يا حبيبي. يبقى الواد مستني ان عمه يجي عشان او الراجل يجي عشان خاطر يشتري الحاجه. حرام، حرام. ما تعلموش بظروف الناس. لا 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 لا. ولا انا كلامي غلط ولا ايه بالظبط؟ ما تكسروش اب يا جماعه، ما تكسروش اب قدام عياله من الحاجه. واحد قال هاخد الديب ب1000 جنيه والتكييف هاخده ب2000 جنيه 3000 جنيه. والله العظيم انا قلت هاخدهم هجيب اي حاجه منهم بالعتبه. انا قلت اي حاجه في العتبه، حتى الناس اللي فرشه في الارض تحت
قلت اي حاجه وخلاص. المهم اللي انا راضي العيل، ان شاء الله بجيب له بنطلون وتيشيرت، المهم اللي انا راضيه وخلاص. عند ربنا، وربنا يهدي الناس كلها ان شاء الله. معلش والله، بس انا زهقت. انا طبعا اكيد في ناس بتشوفني من الناس اللي هم الصناعية، او اكيد مراتاتهم بيشوفوني اكيد يعني. فيا ريت اللي يشوف حاجة زي كده ويشوف الفيديو ده، يا ريت يبقى الراجل قد كلمته. انا هاخد كذا هاخد كذا، ما انا جاي يعني جاي، او مش جاي يقول قبليها برضو انا مش جاي، ليه نستناه؟ ربنا يهدي الناس كلها. هقوم بقى امسح بقى الشقة وافرشها، ربنا يعوض علينا. والله العظيم يعني انا بتاسف لكم لو انا فعلا ضايقتكم بالفيديو ده، بس معلش سامحوني، لان انا مبقاش عارفه اعمل اي حاجه. والواحد زي بيقولك العين بصيره والايد قصيره، المثل ده يعني المثل الشعبي ده. فهو فعلا انا كده، انا وابو معاذ. فكمان الايام دي مفيش شغل، ولو كان لو حتى لو في شغل مش هيبقى نعرف نجيب حاجه، وانا لو هنجيب حاجه بسيطه يعني. بس معلش يعني الحمد لله، ربنا يستر وان شاء الله يعني ربنا يوسعها علينا. عايزه اقول لكم بقى يا اخواتي، يعني الانتظار وحش. طول الانتظار ده وحش جدا جدا. ربنا يا رب ما يحوج حد فيكم لحد. وما تنسونيش بقى كده في المتابعه واللايك وكومنتاتكم الجميله. وبالله عليكم ادعوا لي ربنا يوسع رزقي ورزق اولادي، لاني بجد في الايام الصعبه دي انا محتاجه فعلا دعواتكم. ادعوا لي احس ان في حد كده بيدعي لي من قلبه بجد، لان الواحد محتاج يعني محتاج دعاء من اي حد حتى لو بعيد عني. وانتوا اكيد مش بعاد عني، بس يعني انتوا كل حاجه ليا والله. بس انتوا ان احنا او بنكلم بعض او بنتواصل مع بعض من ورا شاشه، ولكن يعلم ربنا والله كل واحده بتشوف الفيديو او يعني بحس ان هي والد يعني ماما واختي وكل حاجه وصاحبتي كمان. يحس لها من عيلتي كده كده يعني. ربنا يوسع رزقكم يا رب، ربنا كده يكرمكم بحق الايام المفترجه دي. ويا رب كده اللي متجوزتش تتجوز ان شاء الله، واللي ما خلفتش يا رب ربنا يرزقها بالذريه الصالحه يا رب، بالحق الايام المفترجه اللي احنا بيتحرى فيها ليله القدر ان شاء الله باذن الله تعالى. ربنا كده يا رب يبشرنا ان شاء الله بليله القدر لنا وليكم باذن الله. عايزه اقول لكم على حاجه. طبعا قلت خلاص بقى ما بديهاش، لازم امسح بقى واخلص كده واروق شقتي، لاني طبعا خلاص يعني فضل حاجات بسيطه جدا وايام بسيطه جدا على العيد. يعني كل عام وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم. طبعا شايفين اول واحده انا اللي بقول لكم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. اوعوا بقى يا اخواتي تنسوا اللايك والمتابعه في القناه لو انت في الصفحه. وعايزاكي تتضمي كده لعائلتي كده وتشاركيني بتعليقاتك وتشاركينا كده وتشارك يعني بشارككم حياتي طبعا. يعني عايزاكم كده تاخدوا تدوا كده معايا في الكلام، احس ان انتوا معايا مش ورا شاشة. انتوا فاهميني ازاي؟ طبعا بصوا انا سايبه الفيديو على الطبيعه ازاي، مش عايزه طبعا اجاري ولا عايزه اعمل اي حاجه. طبعا انا عندي ابني الصغير مش سايبني طبعا، معاذ كل شويه يقول لي ماما اساعدك، بس انا بقول له لا اقعد جنب اخوك، عايز يساعدني اقعد جنب اخوك. اهو شايفين، حتى بيقول لي انا كنت نفسي اللي يكون في بطنك. بيقول لي لما بيكون في بطنك يا ماما لسه بحب اللي انا كنت لسه بلعب وبروح واجي. الواد حاسسني ان انا جايبه اخوه ده من الشارع، مش عايزه يمسكه، مش عايزه يشيله، مش عايزه يقعد جنبه. كل شويه يقول لي يا ماما انا عايزه العب، انا عايزه. هو انت يا ابني اهم حاجه عندك اللعب؟ طب شيل اخوك اقعد جنبه. يقول لي يا ماما خلصي، ده لما كان في بطني كنت مرتاح. شفت الواد سبحان الله. طبعا انا بقى هنا انا خلاص همسح تمام
وهفرش بقى، بس انا هستنى شويه الارض تنشف لان انا فاتحه الشباك وكده، فانا هستنى الارض تنشف خالص وبعد كده هفرش. تمام. طبعا انا كده كده عندي اكل من امبارح هسخنه، بس عندي بقيت شويه لوبيا وعندي شويه رز. تمام كده. وعندي بقى اجزاء هعملها وخلاص، على كده تبقى زي الفل يعني مع بعض. وممكن احمر الاجزاء لو كده احمرها، محمرتهاش خلاص. طبعا أنا هنا بص انا معايا كل شويه عمال مجنني ازاي لي هما. تعالي جنبه تعالي جنبه. ما بتاعتش جنب اخوك ليه يا واد؟ انت لازم تضايقني يعني في كل حاجه. طبعا انتوا عايزه اقول لكم على حاجه، انا بمسح هنا وانا بدعي والله. بص انا بدعي بدعي على اللي بيجي وبيجي عليا انا وعيالي يا رب.